السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. احنا لسه مع النهايات وكتاب ال100 نهايه المفروض نعرفهم، ومعادنا النهارده مع النهايه رقم 3. النهايه رقم 3 اسمها كي سكويرز، بمعنى صح وباختصار النهايه اللي قبل كده او النهايه رقم 2 كان البيدق على الصف السادس بالشكل ده، وكان ليها قاعده معينه وتعلمناها قبل كده في الفيديو اللي فات بتاع النهايه رقم 2. ودلوقتي ان شاء الله هنشوف النهايه رقم 3 وموضوعها ان البيدق على الصف الخامس. طبعا البيدق على الصف الخامس بيبقى التحليل معقد شويه، بس في قواعد هنعرفها. المفروض بمجرد النظر نعرف ان البيدق بتاعنا هيرقي ولا لا. طيب اول قاعده ان المفروض الملك يكون سابق البيدق، وده احنا عرفناها قبل كده. وتاني قاعده ان يكون الملكين مش قصاد بعض، مش على نفس العمود او على نفس الفايل، لازم يكونوا عكس بعض. طيب تعال نطبق القاعدتين دول هنا على المثال بتاعنا او النهايه رقم 3. هو طبعا عامل لي 3 نجوم على المربعات اللي قدام البيدق، ان المفروض الملك الابيض يكون على مربع منهم، وكمان بيقول لي ان الملك لو على المربعات دي البيدق بتاعي هيرقي. تعالى بقى نشوف القطع بتاعتنا على البورد ونجرب بنفسنا النقلات. طيب احنا كده دلوقتي عملنا القطع في اماكنها دلوقتي على البورد. تعال نشوف كالمعتاد الاحتمالات او النقلات اللي ممكن نلعبها. طبعا الدور على الابيض. اول نقله معانا ممكن العب نقله البيدق، ممكن العب الملك. طبعا في انهي نقله ممكن العب هنا؟ 1 2 3 4 5. فكده عندي 5 نقلات محتملين للملك ونقله للبيدق، يبقى كده عندي 6 نقلات. طيب تعال نستبعد كده كذا نقله. لو انا طلعت فوق بالملك وبعدت عن البيدق، طبعا ده مش محبب ابدا، لازم يكون الملك قريب من البيدق. يبقى اذا النقلات بتاعتي اللي قريبه من البيدق يا اما هنا يا اما هنا، النقلتين دول، ونقله البيدق يبقى كده 3. طيب تعال نجرب نقله البيدق مع بعض. اول نقله كده لعبت البيدق قدام، ممكن ايه اللي يحصل؟ ايه الرد من الاسود؟ طبعا الاسود المفروض يكون عارف انه المفروض يكون قصاد الملك الابيض او على نفس الفايل بتاع الملك الابيض علشان يخلي الموضوع تعادل، فملك الاسود هيكون في محاذاة او على نفس الفايل بتاع الملك الابيض. طب تعال نكمل الدور. لو قلت كش ملك بالعسكري هيدخل في مربع الترقية وهيمنع البيدق. بمجرد ما العب كده بالملك الابيض يبقى كده الموضوع تعادل، الملك مش قادر يتحرك في اي من المربعات دي، يبقى اذا النقله دي فيها تعادل. نقله البيدق ما كانتش صحيحه بالمره، يبقى اذا كده هنلعب بالملك. قدامي طيب النقله دي والنقله دي، اختار انهي نقله بالظبط؟ فانا لو رجعت ورا جنب البيدق هكون في موقف تعادل. طيب اذا النقله الصح ان انا هلعب الملك قدام البيدق برضو، وده مربع الاف 6. طيب الدور بعد كده على الاسود، هو يلعب بقى في اي مكان انا هلعب عكسه. لو لعب هنا انا هلعب هنا، والعكس صحيح. طيب هو لعب خلاص في المربع ده، انا هلعب في المربع العكس. هو لو حب يلعب بقى خلاص اي نقله بعد كده انا هرقي، لان الثلاث مربعات العسكري هيمشي فيهم انا حاميهم بالملك، فهو لو حب يتحرك في اي مكان عادي جدا انا هرقي برضه. احنا كده وصلنا للقاعده المهمه ان الملك لازم يكون قدام البيدق سابق البيدق، ولازم يكون عكس الملك الاسود. طيب ده شكل تاني من اشكال النهايه دي او الموقف ده. لو برضه الدور على الابيض والملك الابيض في نفس الفايل بتاع الملك الاسود، بس الدور دلوقتي على الابيض، ممكن اتحرك فين؟ اول قاعده الملك بيتقدم على البيدق، تمام. طب القاعده الثانيه ان المفروض الملك ما يكونش فيه نفس الفايل بتاع الملك الاسود. طيب هنا دلوقتي الحل يكون ايه؟ انا لو نقلت الملك الابيض مثلا في المربع ده، الملك الاسود هيكون برضه في نفس المربع. بمجرد ما العب البيدق بتاعي في الرانك رقم 6، كده وصلنا الى النهايه رقم 2، ودي درسناها قبل كده في الفيديو اللي فات. بمجرد ما البيدق يكون في الرانك رقم 6، الملك الاسود دلوقتي هو اللي عليه الدور. حتى لو وقف في المكان اللي هيرقي فيه البيدق هلعب برضو البيدق، هيتحرك طبعا عكس، لان هو هنا مفيش اي مربعات فاضيه غير ده. اتحرك هنا بالملك، اقفل طبعا الرجوع، يتحرك هو في اي مكان ارقي، يبقى كده كده برضو كسبت الموقف. اذا سواء الملك كان موجود على المربع ده او المربع ده او المربع ده اللي هو الثلاثه اللي قدام البيدق والدور على الابيض، كده كده البيدق هيرقي. في نفس النهايه برضو في موقف تاني في الكتاب والقطع بالشكل ده. تعال نشوفها على البورد. تمام، دلوقتي الدور برضو على الابيض وبرضو في الصف الخامس البيدق بتاعنا، والملك برضو قدام البيدق. تعال نشوف ايه الاحتمالات اللي المفروض نلعبها علشان البيدق ده يرقي. عندي نقله البيدق قدام، عندي الملك يتحرك في المربعات دي. طيب تعال كده نجرب نقله البيدق. لو لعبت نقله البيدق ايه اللي ممكن يحصل؟ الملك ملوش يتحرك لا هنا ولا هنا ولا هنا، كده الموقف تعادل، نقله البيدق غلط. لو لعبت الملك الابيض هنا الاسود هيتحرك، ممكن العب الملك هنا. تعال نجرب، هلعب هنا الملك هيكون قصادي. لو طلعت بالبيدق
هيتحرك، اطلع تاني ملوش غير مربع واحد، اطلع وبعد كده يرقي. تمام. اذا عندي نقلة الملك هنا، ملك اسود هيتحرك، احرك بالملك العكس عادي جدا. لو هو عاوز يلعب هنا مفيش مشكلة، العب البيدق، اتحرك بالملك، العب البيدق علشان امنع المربعات دي كلها. اتحرك في مربع واحد بس اجباري، اطلع بالملك أأمن المربع، ينزل هو في اي مكان واجيب وزير عادي جدا. برضو هنا المربعات بتاعتي اللي قدام البيدق مربعات مهمة جدا وقوية جدا، الملك الابيض المفروض يكون فيها علشان يعرف البيدق يرقي. بس وكفاية كده النهاردة الموقفين دول، وان شاء الله نشوف الموقف اللي بعد كده في نفس النهاية الفيديو الجاي. اشوفكم على خير ان شاء الله وفي امان الله. مع السلامة.